بص، هو انا ما اتجوزتش لحد دلوقتي، والسبب في ده مش الظروف الماليه، لان الحمد لله اقدر اعمل بيت، ولا في عدم رغبتي في الجواز لان عندي الرغبه كمبدا ومن زمان، ولا في اني ما قابلتش بنت الحلال. لا، في بنات حلال كتير وكل حاجه. انا كل متطلباتي في الست اللي هتجوزها اتغيرت واتطورت مع الوقت. يعني وانا عندي 20 سنه كنت بفكر قد ايه ان هي هتبقى جميله، وفي نهايه العشرينات كنت بفكر قد ايه ان هي تبقى شبهي وتجمعنا شويه حاجات مع بعض. ودلوقتي بقى كل تفكيري انها تقبلني كشخص زيي، عاش وراح وجه ولف ودار وتعب. اتغيرت فيا حاجات كتير، وطبعا اكتسبت صفات ما كانتش فيا. يعني انا مثلا بقيت عصبي لاتفه الاسباب، ومعظم الوقت بميل للسكوت. بحب الهدوء وبكره الاسئله الكتير، وبكره كسر الخصوصيه والكلام كتير في التليفونات. يعني انا مثلا بنظف بيتي وبكوي هدومي وبعمل كل حاجه، يعني مش محتاج واحده تخدمني. وده عشان الزوجه شريكه مش خدامه. انا كل اشكاليتي الحقيقيه في اللي انا قلته، نفسي اتفهم صح، نفسي اللي تحس بيا وتقبل مزاجي وتقبله وتقبل ضغوطاتي ومشاغلي. يعني مثلا تحب تقعد جنبي وقت سرحاني وتسكت، واحده ما تكرهنيش في نفسي او تحسسني بعيوب كانها اكتشفتها لاول مره، او كاني ما كنتش اعرف العيوب دي فيا مثلا، وتقعد بقى تسرد قد ايه انها مستحملاني، وفي اقرب مشكله تقعد تقول لي انت عمرك ما عملت حاجه حلوه وعمرك. انا على عكس الانطباع اللي انت ممكن تاخده عني ان انا فرحان بحياتي دي. انا اكتر حد في الدنيا محتاج حبيبه وزوجه، ريحه وروح في كل مكان في البيت، مشاركه واهتمامات مشتركه، ونكون بنحب حاجات زي بعض، سينما، اغاني، قرايه، نتمشى، نربي حيوانات، نلعب طاوله، نجوع بالليل مثلا فنقوم احنا الاتنين نقلي بطاطس. اي حاجات نعملها سوا ونحبها سوا ونكون فيها رصيد مع بعض. واحده انام وانا مغمض وانا حاسس ان الدنيا كلها موجوده معايا، واني لقيت الباقي مني، الست اللي احميها وترعاني واصونها وتخلي بالها عليا. المتعه بتنتهي مهما طالت، انما السعاده هي اللي بتعيش. المتعه في السرير بتخلص، المتعه في الاكل بتنتهي بمجرد الشبع، انما السعاده في الطريقه اللي هنعمل بيها كل ده. السعاده في الحضن اللي يطمن، الاكله اللي حد عارف انك بتحبها فاعملها لك. فانا ما اتجوزتش لحد دلوقتي عشان منظومه الشراكه دي كلها ما يخسش منها اي عنصر. مش بجري ورا البرفكشن وبقول يا كده يا بلاش. انا كل امنياتي ان اقابل اللي عندها مني كتير، فيكون عندها مني كل حاجه. انا راجل شايف ان الجواز هو ادق واعظم واشمل علاقه انسانيه، ومستنيها بكل الحب. وربنا يعطرني في الست اللي تغلبني التجاعيد في وجودها، وابقى معاها واحمي مقامها. الست اللي انا مش مكسوف انحني او اعيط قدامها، والانسانه اللي تبقى موجوده علشان انا احقق احلامها. الست اللي تكون عارفه ان انا مش كداب، وعشان كده لسه بدور على بنت الحلال.